يا هلا والله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وحشتونا جدا جدا جدا. بداية سيزون 2 اهيت، خلاص بدأنا. ثانية ايه رأيكم في المكان الجديد؟ حلو صح؟ تابعونا بقى في باقي السوشيال ميديا واعملوا لايك وسبسكرايب علشان نوصل لأكبر عدد ممكن، ويلا بينا. السلام عليكم. ايه ده محمد، بدأنا؟ تمام، وسلمت كمان على الحبايب. طيب ايه رأيك يا محمد نبدأ المرة دي بداية مختلفة؟ تحب تبقى مشهور ولا لا؟ لا مش عايز ابقى مشهور، انا كده حلو كده كويس. لا برضه. طبعا حلو. ليه طيب؟ الشهرة عواقبها رخمة وممكن تؤدي لحياتك تبقى مش حلوة. الواحد يبقى مرتاح البال احسن من الشهرة بكتير. انا عندي وجهة نظر الاول في الموضوع الشهرة والكلام ده. احنا هنا في مصر ما بنفخمش او ما بنشهرش غير التافه، تمام؟ يعني واحد اتطرد من محل كشري، عمل اغنيه، عمل مش عارف ايه، واحد غنى البطه اسمها شيماء طلعت شفت انت الضجه اللي اتعملت على الحاجات دي. فاحنا هنا في مصر ما بنفخمش او ما بنعليش غير التافه او اللي بيبقى مشهور بتفاهه. بس ده وجهة نظر عن الشهرة. فانت عايز تبقى مشهور ولا لا؟ مش شرط تبقى مشهور، تمام؟ انت ممكن ما تبقاش مشهور وتبقى طب في مجالك وتبقى بص محقق كل اقصى طموحاتك. بس تقدر تقول كده خاف، يعني ما بصش الناس بنظره مش حلوه. يعني ما بحبش دايما المشهور بيبص للناس اكنه من تحتيه يعني. وبرضو ماشي مبدأ ايه اللي هو اعمل حاجتك في السر، ما تعرفش حد. يعني عشان ربنا يجعلنا مجهولين في الارض مشهورين في السماء ان شاء الله. عشان بتبقى معروف وفي ناس هي حلوه في وقت معين ووحشه في وقت معين. عشان لو حلوه طبعا الواحد يبقى معروف والناس حباه، ممكن ياخد دعوات الناس وكده. اما لو وحشه طبعا بياخد العكس. عشان الشهرة سلاح ذو حدين، وانا دايما ببص للجانب السيء اللي بالنسبه للناس المشهوره اللي موجوده اللي احنا نعرفها يعني. طيب لو افترضنا ان انت مشهور وخلاص، يعني انت مشهور في ايه؟ ممكن لو مشهور في مجالي، في دكتور صيدلي في مجالي ماشي. لو انما حاجة تانية اللي بشوف دلوقتي الشهرة دلوقتي بقت غنى ورقص وحاجات مش كويسة. كله بيطلع يتشير على قفا حد، طبعا مش حاجه كويسه يعني. تقدر تقول يعني بما ان انا خلاص يعني الحمد لله هتخرج اهو، فممكن ابقى مشهور في مجال الصيدله، او لو ربنا ما ارادش وعملنا زي ما بيقولوا كارير شيفت، ليه ما نبقاش مشهورين فيها يعني. ان شاء الله باذن الله يبقى في مجالي، وفي حاجه تانية ان شاء الله باذن الله ابقى صاحب سلسله مطاعم شهيره قريب ان شاء الله. لو حابب ان انا مشهور يعني هبقى مشهور يعني زي ابو تريكه ان شاء الله ابقى مشهور مثلا في مجالي، في كليه صيدله مثلا، في الصيدليات وفي الدواء وكده. ابقى مشهور في الحاجه اللي انا بحبها، في دراستي الحاجه اللي انا درستها، ابقى مشهور في المجال بتاعي، وابقى مثلا متميز في حته معينه. محمد انت ايه رأيك في الشهرة؟ هل تحب تكون مشهور؟ والله انا شايف ان الشهرة سلاح ذو حدين، زي ما اغلب الشباب قالوا فعلا، ان هي ممكن تبقى ايجابية وممكن تبقى سلبية، والايجابيات كتير والسلبيات كتير، واحنا اللي بنختار احنا عاوزينها تبقى ازاي. كلام جميل جدا. زي ما سمعنا مع محمد والشباب ان الشهرة مختلفة من شخص لشخص، وممكن اي حد يستخدمها استخدام غير الاخر. النهارده احنا جايين نتكلم عن ايه في الشهرة بقى يا محمد؟ هنتكلم مع بعض في كذا حاجة مهمة جدا جدا بخصوص موضوع الشهرة، منها ايجابيات وسلبيات الشهرة. يعني ايه الحلو وايه الوحش اللي في الشهرة، وايه اللي المفروض نرقى بنفسنا عنه وما نعملوش. ابدا انا بالحلو ولا نحلي في الاخر؟ تيجي نقولها واحدة واحدة ونختم بالحلو برضو. تمام جدا. اول حاجه من السلبيات انك بتستمد قيمتك من الاخرين. يعني ايه الكلام ده؟ يعني انك بتحس بقيمه نفسك لما تلاقي ناس كتيره جدا معجبه بالحاجه اللي انت عملتها، ومدح الناس ليك قد ايه بيحسسك ان انت واو جدا. قوليلي كده يا ساره، ليه لما افرح بمدح الناس ليا حاجه سلبيه؟ ليه يا محمد؟ عشان انا قيمتي كإنسان موجودة كده كده، مش بالشيء اللي انا بعمله، ولا لازم حد يمدحني عشان احس بقيمة نفسي ووجودي. بس ده مش معناه برضو ان احنا نتكاسل وما نشتغلش. كلام جميل جدا. حلو قوي يا محمد انك تستشعر قيمة خلق الله لك كإنسان،
وتستشعر كمان كرامة ربنا ليك وتكريمه ليك. ربنا قال في القرآن الكريم ولقد كرمنا بني آدم. طيب ناخد واحدة حلوة بقى من إجابات الشهرة إيه؟ إن شهرتك دي تكون مفيدة تقدر توصل بيها معلومة مفيدة، أو تكون شخص فارق فعلا في حياة حد، تكون بتدخل حتى السرور عليه. إيه تاني حاجات مش لطيفة يا سارة؟ من سلبيات الشهرة سهولة التنمر على الناس والتعدي عليهم لفظيا أو حتى جسديا. بس مش معنى كلامي ده إن أي حد مشهور بيعمل كده. السلوك ده إنك تاخد حق مش حقك بإنك تتنمر على الناس أو تنتقدهم بأسلوب بيكون جارح ليهم جدا بحجة أنا مشهور فأنا بعمل اللي أنا عايزه، وده غلط ومرفوض تماما. مش من الحرية انك تتعدى على اي حد حتى لو لفظيا. انت عارف طبعا يا محمد اثر الكلمة على الناس، بس في ناس بتقولك الكلام ما بيعضش او ما بيلزقش. انت عارف طبعا يا محمد اثر الكلمة على الناس وقد ايه الكلمة ممكن تغير حد من الاحسن للأسوأ او العكس. فعلا يا سارة معاكي حق. عشان كده الرسول عليه الصلاة والسلام قال في الحديث إن العبد لا يتكلم بالكلمة من رضوان الله تعالى ما يلقي لها بالا يرفعه الله بها درجات، وإن العبد لا يتكلم بالكلمة من سخط الله تعالى لا يلقي لها بالا يهوي بها في جهنم. تأثير إنك توسع دايرة العلاقات سواء في مجالك أو في مجالات مختلفة دي حاجة هتعود عليك بالنفع، سواء النفع القريب أو حتى على المدى البعيد. شبكة علاقاتك كل ما كانت أوسع ده بيديك قوة إنك توصل لهدفك أسرع، وكمان بتوسع فكرك. من السلبيات تاني يا سارة اللي لقيتها فعلا منتشرة هي ادعاء المثالية. محدش مثالي أصلا. كون إن أنت بتتصنع المثالية فده أكبر دليل على عدم مثاليتك يا صديقي. محدش كامل، والمفروض إن احنا نتقبل بشريتنا اللي هي أصلا بتقوم على عدم الكمال وعدم المثالية. أنت ممكن تكون متفوق فعلا في صفة معينة أو مجال معين عن صاحبك، دي حاجة لازم تكون ممتن ليها جدا ومتواضع بيها. الحلو بقى إن مع الشهرة أنت حابب دايما تصلح من نفسك عشان تكون قدوة للمتابعين، بس ده مش نفس فكرة المثالية المتصنعة. لا، انت عارف سلبيات عندك وبتحاول تصلحها، وبتقول كمان للناس التجربة اللي انت مريت بيها وأثرت فيك ازاي. بتقول كمان للناس اللي بتتابعك يستفيدوا ازاي وازاي يقدروا يطوروا من نفسهم. حلو قوي يا محمد فعلا انك زي ما بتبقى بتستفيد وبتفيد نفسك بتفيد الناس كمان معاك، وده بيبقى دافع حلو قوي ان احنا كلنا نتغير للأحسن. في سلبيات كتير بقى للشهرة، بس حلها انك تعترف بوجود المشكلة دي عندك. زي ايه؟ زي الغرور والحقد، انعدام الخصوصية في حياتك. بتحس ان حياتك مخترقة والخصوصية انعدمت تماما في الارض. كله عارف انت عندك ايه، ما عندكش ايه اللي حاصل معاك، وده بيسبب فضول كبير قوي من الناس تجاه حياتك. تخيل يا محمد ان الشهرة ممكن توصل حد لحاجتين من ابشع السلبيات الموجودين اللي ممكن اي حد يوصل لهم. ربنا يعافينا ويحفظنا طبعا. تخيل ان من كتر ما حد مشهور ممكن يحس بالوحدة اصلا، او حتى هو ممكن يكون وحيد فعلا مش بس مجرد شعور. وفي بقى الأسوأ من ده ان حد يصاب بجنون العظمة. جنون العظمة ده شفنا عليه امثلة كتير جدا، ممكن حتى تكتبوا لنا في الكومنتس مين اللي كان عليه مثال من المشاهير ان هو اصيب بجنون العظمة بالفعل. تمام، الحلو اللي هنختم بيه الايجابيات ايه؟ ممكن دي نكون خليناها كده في الاخر، بس احد ايجابيات الشهرة هو ان دخلك يكبر. فانت لما بتكون مشهور في مجال معين ده بيوسع دخلك. ازاي بقى؟ انك هيكون الطلب عليك كبير وعلى الشيء اللي انت بتعمله، فده هيخلي دخلك يعلى ويزيد. اهم حاجة انك تعرف تستخدم شهرتك دي في حاجة تنفعك وتعود كمان بالنفع لغيرك. في دعاء يا سارة حابب نختم بيه فقرة الإيجابيات والسلبيات. الدعاء ده ذكره أحمد الشقيري إنه كان بيردده دايما، والدعاء ده ورد عن أبو بكر الصديق رضي الله عنه لما كان حد بيمدحه: اللهم أنت أعلم مني بنفسي وأنا أعلم بنفسي منهم، اللهم اجعلني خيرا مما يظنون واغفر لي ما لا يعلمون ولا تؤاخذني بما يقولون، اللهم آمين. طيب ازاي بقى اكون مشهور؟ الشهرة بتاخد طرق كتير، منها اللي بتوصلك انك تفيد وتستفيد فعلا، ومنها اول حاجة خالص انت هتشوف عاوز تتشهر بايه وليه. على فكرة بقى الشهرة ما ينفعش تكون غاية، يعني ما ينفعش تقول انا نفسي ابقى مشهور. الشهرة يا صديقي المفروض تكون وسيلة،
توصل بيها لهدف اسمى، وهدف فعلا تكون بتقدم من خلاله فايدة مش مجرد تفاهات. وسلام.